خويا علاش الويفي كيتقال؟ كاين بزاف ديال الاسباب اخويا التوني باش الويفي ديالك يتقال. كاينه اول حاجه باش تعرف واش المشكله من الويفي ولا المشكله من الكونيكسيون. حاول انك تشري واحد الكابل ار جي 45، الكابل ديال ار جي 45 ربطو مع الحاسوب ديالك وربطو ديريكتومون في الروتور، وسير السبيد تيست وشوف واش يعني الويفي او الكونيكسيون عندك مزيان. لقيتي الكونيكسيون مزيانه اذا المشكله عندي في الويفي. لقيتي الكونيكسيون عيانه المشكله عند اتصالات المغرب ماشي عندك انت، ولا عند اورانج ولا عند انوي ولا عند هما اللي عندهم المشكل. فالا لقيت الكونيكسيون مزيانه ولكن الكونيكسيون اللي كتوصلني انا عيانه، كاينين فرضيات. الفرضيه الاولى والاكثر انتشارا هي الفرضيه ديال ان هذيك البوان داكسي اللي عندك راه بعيده، اما محطوطه في واحد البلاصه اللي كتبلوكي لي كونيكسيون. يعني ما كتخل مثلا كيجي شي واحد كيخشيها مثلا تيديرها، تيكون عنده داك الموبل ديال التلفازه وخاشيه هو لتحت، راه بيان سور غتكون عندك الكونيكسيون عيانه، حيت هذاك الموبل دوك لي زونتين كيبلوكي ليهم تيبلوكي الريزو، حيت راه غير سوسون دي فريكونس راديو كيتاثروا فتيتبلوكا. حاول ولا كيمشي يحطو في شي كوان، بحال شي كوان حط هو الويفي مع الكوان. لا ما تتحطش تما، خاص الويفي تحط. حتى الناس اللي كيبنيو اللي تيبنيو الديور اللي تيبني شي دار الله يسهل عليه، كاينين حوايج اخرين خصو يديرهم. ولكن انت في واحد لابارتمون ولا حاول انك تبوزيسيوني هذاك الويفي في واحد البلاصه اللي يضمن لك الاتصال في جميع هذا سبب اخر هو تشانل ديال الواي فاي. يعني خاصكم تعرفوا ان الويفي كيخدم بترددات، كاينين قنوات تيخدم بهذوك الترددات. هذوك الترددات بعض المرات يكونوا ماشي كومباتيبل مع التليفون ديالك. الناس اللي كيسكنوا في العماره، الناس اللي كيسكنوا في العماره كاع العمارات ولاو دابا كاع لي زابارتمون دايرين الويفي. اش كيوقع لكم؟ تتوقع واحد الحاجه كنسميوها الانترفيرنس، كيوقع واحد التداخل ما بين لي بوند ديال الويفي. باش نبسط لك هذه المساله، مثلا كتكون طارق هيت غاديو، انت هيت غاديو شويه تتوقع تتولي تسمع قناه محمد السادس. اش وقع تما؟ بقات لا فريكونس هي ولكن وقع واحد الانترفيرنس بين قناه محمد السادس مع هيت غاديو. راه كتوقع كاع الناس، راه غتكون كلكم عشتوا نفس المساله كتوقع في الويفي. دابا التردد من نفس التردد تتوقع واحد الانترفيرنس كيخلي ان الويفي ديالك يكونوا فيه مشاكل ولا كيكون ثقيل. اش خاصني ندير في هذه الحاله؟ خاصك تمشي للروتور ديالك، تمشي للسيتينغ ديال الواي فاي، وحاول انك تحيد هذاك لوبسيون ديال من اوتوماتيك المانيويل، وبحال كتبدل الموجه، كتختار موجه اللي هي بعيده على الموجات اللي هما خدامين. تلقى دابا مثلا انت عندنا واحد ليطاج فيه 5 ولا 6 ديال لي زابارتمون كلهم خدامين في القناه 11 وقراب مع بعضياتهم، والاتصالات تيوقع فيهم هذه الانترفيرنس هذه. فهادو كلهم مسائل اللي تقدر انها تسبب ثقب الويفي. وتتبقى النقطه الاخيره هي مساله ان الويفي ديالك يقدر يكون بيراطي. فلا كان الويفي ديالك بيراطي سهله باش تعرفوا واش بيراطي، كتانستالي نيتورك سكانر كو سوا في الايفون كو سوا في الاب ستور، كتسكاني الريزو لوكال ديالك، كيعطيك عدد ديال الاجهزه، ديما داك العدد زيد عليه واحد. يعني لقيت 5 ديال الاجهزه نزيد جهاز هي 6، حيت هذاك الجهاز اللي كتزيد هو الروتور، حيت يديتيكتي حتى الروتور. نحسب شحال عندي ديال لي كونيكسيون في الدار، شحال عندي ديال الاجهزه اللي هما مكونيكتين في الويفي. لقيت عندي 3 ومكونيكتين 10، صافي راه الويفي ديالك مبيراطي. بدل المود باس.